السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني المسلمين، والسلام على من اتبع الهدى من اصدقائي النصارى. معنا فيديو للنصراني شمت هنسمعه مع بعض وهنعقب عليه. كمل سؤال كمل. يسعد صباحك انا بس اكمل جزئيه واسمعك لانه دورك. اسمعوني. في آية ثانية بالمائدة 117 على ما اتذكر، يقول لي ذكرني بالآية صح رقمها، شو يقول؟ المسيح بيكلم الله، يقول وكنت شهيدا عليهم، على مليارات البشر، وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم، فلما توفيتني بالماضي، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. الرقيب أيوه. أنا بسألك سؤال، كيف المسيح هو إنسان يشهد على كل البشرية؟ كيف؟ ما هو روح الله، يعني يرى كل شيء. الرقيب يعني هو مش إنسان عادي، يعني هو أكثر من إنسان. طب يقول وكنت عليهم شهيدا فلما توفيتني، الفعل بالماضي، فلما اخدين بالكم بيقول ايه؟ قال ايه السيد المسيح كان شهيد على مليارات البشر. بجد مليارات البشر؟ ولا هو كان بيتكلم عن بني اسرائيل قومه؟ بني اسرائيل كان بيتكلم عنهم، كان عددهم مليارات. سبحان الله سبحان الله، كان عددهم مليارات. كمل يا شنط كمل. توفيتني كنت كمان بالماضي، الله كنت رقيبا عليهم، يعني المسيح مات، واضحة جدا. وتوفيته برأيك انت مات؟ مش انا برأيي. ابن عباس قال المسيح مات 3 ساعات، وفي قول 3 ايام. وهب بن منبع قال 3 ايام. نفس محمد عنده حديث شو يقول؟ يقول انه اليهود قتلوا بعض الانبياء، قتلوهم بالسيف، واخرين بالمنشار. يقصد اشعياء النبي لانه اشعياء قتلوه بالمنشار، ومنهم من صلب. مين صلب من بني اسرائيل؟ ايش تقول لي مين صلب؟ يا ساتر، مين صلب غير المسيح؟ في معنى توفى. الاشكال في توفى يتوفاكم بالليل ويحكيكم بالنهار. آية واحدة مرة واحدة اجت بمعنى النوم، وهي 20 مرة تموت بالليل. شكرا يا نبي. اسمع لا تقعد تحكي لي حكي فاضي ما له معنى. 25 مرة بالقرآن اجت الوفاة هي الموت. هلا بدك اترككم 25 مرة واروح على يتوفاكم بالليل ويحييكم بالنهار؟ ما واضحة من يعني ما كان يقول المسيح فلما توفتني مش توفيتني كنت انت الرقيب عليهم. طب هو في آية ثانية وما قتلوه وما صلبوه. ليش هو المسيح ما نام؟ يعني عمره ما نام؟ ما شرحنا انت كنت ما هو موجود وانا ريقي راح نشف. طيب احنا هنعقب بقى على كلام شنط. فلما توفيتني بيقول لك ان هو مات. لا يا شنط، ما ماتش. ايه الدليل؟ ارجع لاي تفسير اسلامي يعجبك، هات اي تفسير، الطبري، القرطبي، ابن كثير، السعدي، اي تفسير اسلامي يعجبك هتلاقيه بيقول لك الوفاة هنا معناه النوم وليس الموت. والدليل برضو عندنا في آية تانية، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. هل ربنا بيتوفانا بالليل موت أبدية يعني؟ لا، الوفاة النوم اللي هي الوفاة الصغرى والوفاة الكبرى. الوفاة الصغرى اللي هي النوم، فالنوم موت أصغر. أما والوفاة موت أكبر. في موت أكبر وفي موت أصغر. الموت الأصغر اللي هو إيه؟ وفاة النوم. انت وانت نايم بتبقى ميت، مش دارب حاجة، ميت، فاسمها وفاة برضو. طيب يا شمس، طيب انا هكلمك برضو ايه بفكرك وكتابك، تمام؟
ويا ريت تطلع ترد على كلامي ده، تكون شجاع كده، ويكون عندك شجاعة وترد على كلامي، او تطلع تعمل معايا مناظرة وتواجهني، صح؟ نواجه الجمهور كده. طيب في سفر التكوين 2:17 بيقول ايه؟ الرب قال لآدم حين تأكل من شجرة معرفة الخير والشر موتا تموت. والشيطان قال لآدم في التكوين 3:4 قال له ايه؟ لا تموت. طيب آدم عاش بعدها قد ايه؟ 930 سنة. طيب يعني هل الرب هنا رجع في كلامه؟ يعني الرب ما قال لآدم حين تأكل من الشجرة دي موتا تموت، آدم ما ماتش بعدها على طول، المفروض كان يموت بعدها على طول مباشر. لا، آدم عاش بعدها 930 سنة. 930 سنة. هتقول لي لا لا لا، الموت هنا موتا تموت يقصد بها الانفصال عن الله، المعصية، انفصاله عن الله بالمعصية والخطية. يا سلام، يعني اما اي حد بيعمل معصية بنقول له موتا تموت؟ يعني انت كده انفصلت عن الله؟ طب ما نقول له انت انفصلت عن الله، وربنا مش قادر يقول له كده؟ انت لو عملت لو هتاكل من شجرة المعرفة يبقى انت كده هتنفصل عني بالخطية؟ طب ما ربنا يقول له كده وسهلة. يا اللي جاي تقول لي بدل متوفيك منيمك وخلاص، صح؟ يعني انت عايز تفسر القرآن بهواك وكتابك محدش يفسره بهواه، صح؟ ما انت هتقول لي الموت انت موت اللي هي الانفصال عن الله بالخطية، صح ولا ايه يا شنط؟ مع ان سبحان الله لما بلاقي ايه اي نصراني مثلا لما بعمل معصية ما بيقولش ايه انا مت اي انفصلت عن الله. لا، ما فيش اي نصراني بيقول الكلام ده، ولا اي حد في الدنيا على وجه الارض لما بعمل خطية بيقول ايه انا مت. انا مت بيسمي الخطية موت. سبحان الله، ما فيش الا في تفسيركم بس. فيا شنط اعقل كده، اعقل كده، ربنا يهديك. اعقل كده وركز، اعقل كده وركز يا ابني. ايه عيب على سكسوكتك، والله العظيم عيب على سكسوكتك. لما تطلع تدلس على الناس وتكذب على الناس يبقى عيب على سكسوكتك. احلق سكسوكتك دي بقى، لان والله عيب عليك وعيب على سكسوكتك. ربنا يهديك يا شنط، ربنا يهديك يا رب. أسأل اللهم لكم الهداية. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينقلكم من عبادة الإنسان إلى عبادة رب الإنسان. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينقلكم من عبادة الخروف إلى عبادة رب الخروف. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهديكم من عبادة اللبوة إلى عبادة رب اللبوة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهديكم من عبادة الدودة إلى عبادة رب الدودة. ربنا يهديك يا شنط، ربنا يهديك. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. إخوة، هذا وإن كان من توفيق فمن الله الواحد الأحد، وإن كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. إخوة، فضلا ليس أمرا، شاركوا الفيديوهات عشان يعم النفع. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم شيخ القساوسة، باحث ودارس مقارنة الأديان.